السلام عليكم، اهلا بكم فيديو جديد. النهارده هنعمل مع بعض عجينة القطايف من الالف للياء، وهنعمل بيها تشكيلة رائعة من الحلو والحادق، واللي ممكن تملوا بيها سفرتكم وتستخدموها كمقبلات، خصوصا لو عندكم ضيوف هتشرفكم وبجد هتنبهروا بالنتيجة. وكنا عملنا مع بعض افكار قبل كده للقطايف الحشوات الحلو، هسيب لكم اللينك بتاعها في اعلى شاشة وفي صندوق الوصف. لو حابين ان احنا كمان نعمل افكار تانية من القطايف، لان بجد هي افكارها كتيرة جدا، بس هتبقى كتيرة طبعا ان احنا نعملها كلها في فيديو واحد. فياريت تكتبولي في الكومنتات لو حابين نعمل مع بعض افكار تانية. ويلا نشوف وصفتنا النهاردة هنعملها ازاي. وبنبدأ بسم الله، وفي شفشق الخلاط هنضيف كل المكونات بتاعتنا اللي هنلاقيها على الشاشة. لو حابين تاخدوها سكرين شوت، هحط 3 كوبايات من المية، معاهم 3 كوبايات من الدقيق، وهنضيف معاهم معلقة ونص كبيرة من السكر، ومعلقة ونص صغيرة ممسوحة من الخميرة، ومعلقة كبيرة من لبن البودرة. هخلط كل المكونات في الخلاط لحد ما الخليط يندمج تماما، وبعد كده هفضيه في بولة وبقلبه كده عشان اتأكد ان مفهوش اي تكتلات. وبعد كده هغطي البولة بتاعتي لمدة نص ساعة لحد ما تريح، عشان يبقى الخليط مفرغ معايا اما اجي اسويه وما تبقاش القطايف بتاعتي مكتومة. بشيل بعد نص ساعة البلاستيك راب وبديها تقليبة تانية، وهبدأ ان انا اسويها في طاسة سخنة. وهستخدم في المعيار الربع كوب المعياري. انا هنا هعمل كذا حجم. اول حجم معايا اللي هو الحجم الطبيعي بتاع القطايف، اخد مني نص المعيار بتاعي، يعني مليت الربع كوب المعياري ده مليت نصه. بحطها في طاسة سخنة زي ما قلت لكم، مش مدهونة اي مادة دهنية. الطاسة لما تسخن ههدي النار عليها، مش هسيب النار عالية عشان القطايف ما تاخدش لون زيادة او ما تنشفش مني. بصبها وبتبدأ اللون العجين يختفي، ببدأ ان انا ارفعها قبل ما لون العجين يختفي تماما، وهي هتكمل سواها على السخونية بتاعتها عشان تبقى قطايف فاتحة وطرية، ما تنشفش مني ولا تاخد لون زيادة. هكرر معاكم العملية مرة تانية. زي ما انتم شايفين صبيت زي ما قلت لكم نص المقدار بتاعي. تبدأ كده تعمل الفقاعات بتاعتها دي، طبعا عشان العجينة ريحت معانا كويس. اول ما احس ان لون العجين بيختفي، قبل ما يختفي خالص هبدأ ان انا ارفعها، وهي هتكمل السوا بتاعها على السخونية عشان تبقى باللون الفاتح ده وتفضل طرية معايا. بطلعها بقى على مفرش سيليكون او فوطة مطبخ. هنا هعمل الحجم التاني اللي هو الحجم العصافيري. حطيت ربع المعيار بتاعي وبسويه بنفس الطريقة. وزي ما قلت لكم الطاسة مش مدهونة اي مادة دهنية، والنار عندي هادية، لان لو النار عالية هتاخد لون بسرعة، والاقي القطايف بتاعتي غامقة وممكن تنشف معايا وما تلحقش ان هي تستوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هنا هعمل بقى حجم تالت، حجم كبير شوية، اخد مني 3/4 المعيار. طبعا انا هعمل كذا حجم عشان هعمل كذا فكرة بيها، وهعمل منها الحلو والحادق، فكنت محتاجة ان انا اعمل اكتر من حجم. زي ما انتم شايفين الجزء اللي فاضل كده لسه ما استواش، بيستوي على سخونية القطايف بتاعتي. ده كده رابع حجم معايا، مليت فيه المعيار كله، الربع كوب المعياري مليته على الاخر وعملت منه الحجم ده. وكل ما كان الحجم بيكبر كل ما هتلاقوا الثقوب بتاعتها بتبقى اوسع. كل ده يعني هيديني عجينة خفيفة هشة. طبعا عشان العجينة ريحت معايا، لو العجينة ما ريحتش كويس ما بتعملش الثقوب دي وبتبقى عجينة مكتومة، عشان برضو لو حد طلع معاه كده يبقى عارف ان العجينة عايزة تريح شوية. ما نستعجلش عليها. زي ما انتم شايفين القطايف بتاعتي طرية وبجد طعمها احلى بكتير من اللي بنشتريها من بره. دي الاحجام اللي عملناها مع بعض، كل حجم هستخدمه في فكرة. ده الحجم الصغير خالص، وده الحجم العادي بتاع القطايف بقى اللي احنا بنشتريها. بجد طعمها احلى بكتير. وكل الكمية دي من 3 كوبايات دقيق بس.
اول حاجة هبدأ ان انا هحشي القطايف الصنف الحلو. حطيت فيها حشوة عبارة عن سوداني وزبيب وجوز هند وسكر. بحط فيها حوالي معلقة ونص كده من الحشو، وبقفلها كويس جدا بالطريقة دي، واضغط عليها كويس قوي عشان ما تفتحش مني في الزيت. وهي برضو عشان العجينة بتاعتي طرية جدا فهتلزق بسهولة، غير لما نسيبها تنشف او ان هي نسيبها بره كتير في الهواء ممكن تنشف معايا. فاحنا على طول اشتغلنا فيها زي ما انتم شايفين قد ايه هي طرية، طبعا عشان لسه طازة. وده كده الحجم العصافيري، برضو بقفله بنفس الطريقة. هخلص كل الكمية بتاعتي وبعدين هبدأ ان انا اقليها، وبزيت غزير على نار متوسطة هبدأ ان انا اقلي القطايف بتاعتي لحد ما تاخد لون اشقر قوي. اول ما تاخد لون على الجنب اللي تحت هبدأ ان انا اقلبها لحد ما توصل للون اللي انتوا شايفينه ده اللي هيخليها مقرمشة معايا وقوامها كده متماسك طول اليوم ولحد تاني يوم كمان. بقلي الكمية كلها وبعد كده ببدأ ان انا اسقيها بالشربات. لو حابين ان انتوا تنزلوها في الشربات زي ما تحبوا، بس انا بسقيها كده بس من على الوش. الشربات بتاعي بيكون عبارة عن كوباية من السكر لنص كوباية من المية، بحطهم على النار لحد ما السكر يدوب تماما، وبعد كده هعصر عليهم عصرة ليمونة واحط عليهم معلقة صغيرة من عسل النحل او عسل الكلوكوز، وهدي النار واسيب الشربات يستوي كده لمدة 5 دقايق، وبعد كده بطفي عليه واسيبه يبرد قبل ما اضيفه على القطايف. هبدأ بقى اعمل الصنف الحادق من القطايف. اول فكرة معايا اللي هي القطايف الحجم العادي زي اللي عملتها للقطايف الحلوة كده. هحط فيها الحشوات بتاعتي بسطرمة وفلفل اخضر وزيتون، زي ما تفضلوا بقى ممكن تنوعوا في الحشوات. وهنا حطيت كمان معاهم جبنة موزاريلا. ببدأ اقفلها بنفس الطريقة اللي عملتها للقطايف الحلوة. دي اول فكرة معايا. تاني فكرة بقى هجيب الحجم الاكبر شوية، هبدأ ان انا اعمل فيه الشكل ده. والشكل ده يا جماعة حصري انا اللي مبتكراه، ف يا رب كده تجربوه يعجبكم ويكون شكله لطيف. هبدأ كده اقفل كده زوايا في القطايف بتاعتي، وابدأ ان انا اضيق كده الزوايا بحيث ان هي تبقى كده زي مش عارفة اقول لكم اشرحها بالظبط، يعني تبقى كده حاجة وعاء كده يشيل الحشو جواه. برضو فكرة لطيفة جدا. وكل دي طبعا بتبقى عبارة عن مقبلات على السفرة بتاعتي. هنا بدهنها بالزيت عشان ما تنشفش مني، وطبعا الصاج اللي هحطها فيه هيبقى برضو مدهون بالزيت. هحشيها برضو نفس الحشوة. زي ما قلت لكم تقدروا بقى تنوعوا في الحشوات، ممكن تحشوها باللحمة المتعصجة او بالفراخ زي ما تفضلوا. حشيتها برضو بالبسطرمة وفلفل والزيتون والجبنة الموزاريلا. ببدأ ان انا ارصها في الصاج وبحط عليها كده نص زيتونة سودا كده، شكل يعني تديها شكل حلو. هاجي بقى للحجم الكبير خالص هعمله كده زي الميني بيتزا، وهحط فيه البسطرمة كده والفلفل. ما نكترش في الحشو عشان هي اصلا بتبقى يعني حجمها رقيق، فما نكترش عليها الحشو عشان ميبقاش تقيل عليها. وزعت عليها نفس الحشوة، وبرضه هحط كده الجبنة الموزاريلا بنفس الطريقة. بسخن الفرن بتاعي على درجة حرارة 200، بيقعد يدوبك في الفرن 10 دقايق بالكتير. ممكن كمان نطلعه قبل كده. اول ما الجبنة تسيح معايا هيبقى كده خلاص. ما نكترش عليه اكتر من كده عشان ما ينشفش او ياخد لون زيادة مني. اما بقى النوع اللي انا عملته حشيته، هقليه قلية خفيفة عن القطايف الصنف الحلو. يعني ما اديهوش قلية قوية عشان ميبقاش ناشف معايا، ده مش هيستقى بشربات. نخلي كده نقليه قلية خفيفة. هوريه لكم من جوه. مش قادرة اقول لكم بجد النوع ده بالذات انا حبيته قوي. الجبنة السايحة مع العجينة المقلية بجد طعمها تحفة. اتمنى ان انتوا تجربوه، ان شاء الله هيعجبكم. بجد طعمه رائع. يعني القطايف بجد الحادقة ابهرتني اكتر من الحلوة. ده بقى اللي انا عاملاه زي الميني بيتزا. ممكن ان احنا نقسمه كده
مثلثات، نقطعه على 4 ونتقدم كده مثلثات على السفرة بتاعتنا، او ان احنا نقدمه كده زي ما هو زي الميني بيتزا برضو طعمه تحفة بجد. وده الشكل اللي احنا عملناه مع بعض، زي ما انتم شايفين الحشوة كده جواه، وبجد طعمه رائع، وهتملوا السفرة بتاعتكم مقبلات حلوة جدا، وطعمها بجد تحفة. يعني كل ده ب3 كوبايات دقيق، وده كده الحشوة الحلوة زي ما انتم شايفينها من جوه، الاطار رفيع ومقرمشة، وطعم الحشوة تحفة. اتمنى بجد انتوا تجربوها، وما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم تعملوا لايك، ولو لسه مش مشتركين في القناة ياريت تشتركوا. والسلام عليكم ورحمة الله.